لم نتأهل رسميا للدور المقبل، الهدف هو التأهل للدور المقبل، وسنبحث طبعا عن الفوز ضد هايتي، وسأشرك أفضل الأسماء الممكنة. وعندما أقول أفضل الأسماء الممكنة فإنني أقصد السياقات التي ستلعب فيها المباراة. سنرى الجاهزية البدنية للاعبين وبروفايل المنتخب الخصم، وبناء على كل هذا سنختار الأسماء التي ستخوض المباراة. لا علاقة للأمر بتدوير اللاعبين، نحن لم نتأهل بعد، والهدف هو الفوز أمام هايتي للتأهل وإمكانية احتلال صدارة المجموعة. سأشرك أفضل فريق ممكن. إذا أشركت لاعبا جديدا فهذا ليس لإرضائه، أريد حقا إشراك الفريق الذي سيحقق الفوز الذي نبحث عنه. إذا تصريح واضح السي عبد الرحمن للناخب الوطني محمد وهبي، سأشرك الأسماء التي عندها أكثر جاهزية، وقال كل مباراة ماشي انت باغي تبدل لان شي لاعب باغي يلعب، لان المباراه تفرض بروفايل معين. بطبيعه الحال لان ربما المنتخب المغربي في جوج ديال المقابلات لعب بقلب هجوم وهمي، وكنعرفوا بان السيباري قدم مستويات كبيره وبرهن على ان النظريه او التوجه التكتيكي ديال المدرب ناجح، ولكن ربما في هذه المقابله يقدر يلعب مهاجم صريح، لان ما شفناش في المقابله لعب كعبي كمهاجم صريح، ما شفناش جناح اللي هو جناح رسمي كبلال في الجهه اليسرى، بل شفنا تقريبا جميع اللاعبين الخنوس كيلعب وراء المهاجمين. يعني دائما كتكون واحد الكتله على شكل يعني لورغانيزاسيون ديال الفرقه كتكون على شكل ساكسوفونيه، وبالتالي هنا كيكون واحد التغيير كبير. الحاجه الوحيده ربما اللي تقدر المنتخب المغربي غادي يكون يلقى صعوبه هو بحال اللي قال السي تمساماني، لان الهايتي ما عندها ما تخسر. المقابله الاولى خسرتها، المقابله الثانيه خسرتها، يعني خرجت من ادوار كاس العالم، وبالتالي تمثيل المقابله الاخيره تحاول ان تلعب بدون ضغط. بدون ضغط، ولكن ما نساوش على ان في المقابله الاولى اللي لعب المنتخب ديال هايتي مع المنتخب ديال اسكتلندا راه 23 خطا اللي عملت هايتي و21 خطا اللي عملت اسكتلندا، يعني ان اللاعبين كاين واحد الاحتكاك قوي، وملي كتكون الاحتكاك قوي مع المهارات الفنيه راه كتكون صعيبه، لان اللاعب اللي غادي راه غادي يلاحظ بان اخر تاكله او دخل عليه بواحد الطريقه اللي فيها خطوره على ربما المسار ديالو الرياضي، يكون واحد التخوف. نعم. الان في هذه المقابله العكس، اللاعبين ديال هايتي غيكونوا مستريحين نفسيا، غادي يحاولوا يعطي واحد الصوره مشرفه على الكره ديال هايتي. اذا المغرب غادي يكون هنا المستوى ديالو الاداء ديالو غادي يكون مزيان، خصوصا مع المهارات الفنيه، لان شفنا الطريقه اللي كيلعب بها المنتخب الصراحه، يعني احنا ماشي مغاربه غادي نكونوا مع المغاربه غندافعوا عليهم، ولكن احنا كمدربين وكمحللين كنكونوا كنتفرجوا على خلف الشاشه، كتشوف ديك الطريقه ما عمرنا شفنا شي منتخب مربع العمليات وكيخرجوا بديك السلاسه الثنائيات والثلاثيات بواحد السهوله. يعني كنعرفوا انا اي مدرب اللي كيكون في دكه الاحتياط كيشوفوا الطريقه كيبدا يغوت ويشير على اللاعبين باخراج الكره من مربع العمليات، لان اي هفوه صغيره كيكون خطا. ولكن حنايا المغرب بالعكس، واحد التسلسل كتولي هجمه مضاده، الثقه في النفس، كاين واحد الثقه في النفس يعني كبيره، وهذا بطبيعه الحال ما كانش عندنا كاس العالم خاص تكون عندنا ثقه في النفس بطبيعه الحال. السي يوسف تبسمي بطبيعه الحال هذا الخصم اللي نقدروا نقولوا مجهول على مستوى كاس العالم، شارك مره واحده فقط قبل اكثر من نصف قرن من الزمان، اليوم غنواجهوه في مباراه الاربعاء مساء الاربعاء في الساعه 11 ليلا بتوقيت المغرب. اكيد له نقاط ضعف ونقاط قوه اللي يمكن المنتخب المغربي يعمل عليها باش يحسم هذه المواجهه اللي كما قلنا على الورق تبدو في المتناول، لكن كل مباراه عندها تفاصيل وعندها قصه. تفضل سي يوسف. ربما دائما ما نتحدث على نقاط القوه ونقاط الضعف، هذه المره ربما غادي نشوفوا واحد النقطه اللي هي نصف نقطه قوه، فقط نصف نقطه قوه، لان في بعض المرات هي نقطه قوه لكنها تتحول الى نقطه ضعف بالنسبه للمنتخب الهايتي، وهي انهم صراع في التحولات الهجوميه، كيطلعوا بالزربه في لي كونتراتاك، لكن المشكل ديالهم هو انهم كيطلعوا على شكل سرب وكيخليوا في الظهر ديالهم، وغادي نشوفوا بالصور كيخليوا في الظهر ديالهم الفضاءات، والبرازيل استغلت هذه القضيه هذه. لكن نقطه القوه الكبيره اللي عند المنتخب ديال هايتي هي في ضربات الزاويه من الجهه اليسرى ديال الهجوم ديالهم، وعندهم اللاعب رقم 4 اللي هو متوسط الدفاع ديالهم اللي كيلعبوا بخمس مدافعين اللي هو ادي اللي هو يعني دائما كيمشي للقائم الاول، اما كيضرب الكره للبروميي بوتو يعني للقائم الاول، واما كيطول الكره باش اللاعبين
ديال الخط الثاني هما اللي كيدخلوا وحتى هما مدافعين، عندهم جوج ديال اللاعبين القامات ديالهم طويله اللي هو المهاجم رقم 20 وكذلك هذا المدافع هذا رقم 4 اللي القامه ديالهم اكثر من 1.90 اما الباقي عندهم القدره على القفز يعني لا ديتونت اكثر من القامه الطويله. وهنا يمكننا ان ننهي كلامنا عن نقطه قوه المنتخب الهايتي. غادي نشوفوا نقاط الضعف ديالهم واللي في اعتقادي بعدا اولا نشوفوا الطريقه اللي كيلعبوا بها، كيلعبوا بطريقه الخمسه، كيعملوا 5-4-1 بشكل خطي، وهم غير منضبطين تماما في هذا الرسم التكتيكي لانهم كيخليوا مجموعه من الفراغات. الى شفنا هنا السي الحمام مثلا كمدرب غادي تلاحظ ان هنايا واحد المنطقه فارغه لاي لاعب يقدر يجي ويبحث على يعني التمريره في العمق ولا بينيتراسيون من ثم. وعلى المستوى الهجومي كيلعبوا تقريبا بواحد 4-3-3 لكنها نقدروا نسميوها 4-3-3 بشجاعه كبيره، يعني دائما كيعملوا هاد 4-3-3 كذلك خطيه لكن كيخليوا فراغات كبيره لا في وسط الميدان. هنا شوف هذه المنطقه هذه ما فيها حتى شي لاعب، وشوف كذلك هذه المنطقه هذه ما فيها حتى شي لاعب. يعني عجبتني واحد المصطلح قالوا السي الحمام هو لاكورديون، يعني الطريقه اللي يتفتحوا بها الخطوط كيخليوا مجموعه من الفراغات. هنا كنشوفوا ان خط الدفاع لا يواكب عمليه اصعاد الكره، كيبقاو اللور خط الهجوم يتقدم كثيرا فبالتالي كيخليوا مجموعه من الفضاءات. نقطه الضعف ديالهم الكبيره جدا هي ان خط الدفاع ما كيوقفش على مستوى خطي. الا شفنا المستوى ديال خط الدفاع هذا هو المستوى ديال الخط، لكن هاد جوج ديال اللاعبين هادو تقدموا وتركوا الفرصه للاعب البرازيلي لكي يتوغل وجاتوا الكره هنا. الا شفناها في لقطه اخرى مره اخرى غادي نشوفوا ان الا لاحظنا الخط مره اخرى خط غير متساوي، ولما نعطي ليسباس لفينيسيوس جونيور انه يبحث لك على الظهر ديالك. الا شفنا مره اخرى في هذه اللقطه هذه كنشوفوا ان مره اخرى فراغات كبيره على مستوى قلب الدفاع. لو كان المنتخب البرازيلي مثلا هذا اللاعب هذا مشى لهذه المنطقه فكانت غادي تكون تمريره في العمق من عند فينيسيوس تجيه بهذا الشكل هذا ويقدر بالرجل اليسرى يسدد. فهنا كذلك فراغ اخر في هذه المنطقه يعني اللي قبل المدافعين. وهنا في هذه اللقطه الاخيره سنرى مره اخرى كيفاش هذه كانت هجمه مرتده للمنتخب ديال هايتي. طلع المنتخب كامل الفريق ديال هايتي كامل، كانت الكره عند اللاعب البرازيلي. هاد جوج ديال اللاعبين حتى واحد فيهم بقى هذاك متكل على هذا، حتى واحد فيهم ما مشى يضغط عليه وتمكن من انه يعطي تمريره في العمق للاعب فينيسيوس، تمريره طويله فينيسيوس مشى لها وكانت يعني فرصه لتسجيل الهدف. فبالتالي المنتخب هايتي سهل انك تاخذه في الظهر ديال المدافعين، منتخب غير منضبط ونقطه قوته هي الضربات الثابته في القائم الاول باللاعب رقم 4 ديالهم اللي هو قلب الدفاع. قلب الدفاع اللاعب ادي 36 سنه لكنه لاعب له تاثير في تشكيله المنتخب الهايتي. السي عبد جوج النقاط اللي قلنا السي يوسف السبسماني، فريق غير منضبط لكن قوته هي الكره الثابته. والكره الثابته دائما ولاو بزاف ديال المدربين كيلعبوا عليها، ربما حتى وصلنا على ان المستوى كاين مدرب ديال الكرات الثابته والركنيات. يعني كنعرفوا على ان مدرب الحراس دابا لقينا بلي كنسمعوا مدرب في الكرات الثابته ومدرب الركنيات، وبالتالي الفريق سيستفيد من هذه التقنيات المتطوره. ولكن بالنسبه للمنتخب ديال هايتي ماشي المنتخب اللي ربما لاحظنا منتخب يقدر يشكل خطر، لان الطريقه اللي كيلعبوا بها هما الكتله الدفاعيه المتاخره. والكتله الدفاعيه المتاخره شفنا في المقابلات الاخريه ديال الوهبي ملي لعبوا مع بعض الفرق الاخرين اللي كنا لعبنا مع مدغشقر، ربما كان الطريقه ديال اللعب كيوصلوا للمرمى بلا قياس. كانت المحاولات الهجوميه سواء كنلعبوا على الاجنحه، ولكن في هذه الحاله خصنا يكون قلب هجوم ثابت ماشي وهمي. هذاك الشيء قلت ربما وهبي نهار الاربعاء ضروري ما يغير يدخل، لان بعض المرات ملي كتلعب مع فريق اللي كيكون عنده الامكانيات ضعيفه خصك تشكل عليه خطر داخل المربع. وبالتالي الهايتي ديك الفريق اللي كان ربما غادي يكون شرس، كاين ديك الاحتكاكات ما بين اللاعبين. هذه المقابله ربما تكون استعراضيه، ماشي استعراضيه بهذا المفهوم على ان غادي تكون فقط ابراز المهارات الفنيه ديال اللاعبين،
ولكن غادي نشوفوا بان المغرب قوه المهارات اللي عنده غادي يحاول يوصل، لان عندنا لاعبين اللي لاحظنا في المقابله الاخريه اللي كان سجل المغرب الهدف ضد اسكتلندا بنفس الطريقه. اسكتلندا كانوا عملوا دفاع متقدم بخط واحد وبتمريره واحده من دياز جوزت الخطوط كلها. وهذا هو النقطه القوه ديال وسط الميدان المغربي. كاين واحد النقطه ايجابيه اخرى سي ياسر، اعتقد بانها عامل سن في منتخب هايتي. الا قارنا بين المنتخب المغربي ومنتخب هايتي، منتخب هايتي تقريبا 29 سنه هو معدل الاعمار في الفريق الرسمي. كاين لاعبين 38 سنه، 36، 31، يعني 29 مع 25 سنه. نقدروا نعتبروا هذا الرقم ايجابي لواحد المنتخب اللي يطمح للتاهل والصداره. أنا تنظن بأنه عامل السن يبقى دائما إذا كانت هناك مترابطات وإذا كانت هناك الفاعلية يبقى دائما السن. إذا تكلمنا عن السن نتكلم عن ليونيل ميسي فهو يسجل بثلاثياته بالاثنين. لا هذاك هو النموذج. لا هذاك هو النموذج وهذيك هي الحدوة. لا هذيك هي الحدوة وهذاك هو النموذج. لا في بعض الأحيان لأنه جميع اللاعبين، لأن أنت تتكلم على فريق جماعي ممكن على أنه يكون السن ديالو على أنه واصل 28 سنة، لكن ممكن على أن تكون هذه المباراة بالنسبة لي من أجل كبح يعني مغامرة المنتخب المغربي وكذلك وسط الميدان. أنا أتأكد من شيء واحد، هو أنه لابد على هذا المدرب أنه وهبي يدخل بالتركيبة الأساسية. يعني عدد من الأندية سواء ريال مدريد، برشلونة في بعض الأحيان أو منتخبات يلعبون من أجل مباراة واحدة، من أجل على أنها تكون هذيك المباراة سهلة، فتكون تلك هي المباراة القفل التي يبذل فيها اللاعبون واحد الجانب البدني أكثر من اللازم. أفضل أن يلعب بالتشكيل الأساسي المتميز بوجود حكيمي وكذلك جميع اللاعبين من أجل تسجيل الأهداف خلال الشوط الأول، ثم بعد ذلك يغير كيف ما شاء من أجل كذلك الحفاظ حتى على الطراوة البدنية. أما أن تريح أبرز اللاعبين وتدخل مثلا بلاعبين آخرين، أظن هو النقاش ديال إراحة اللاعبين هذا موضوع غير وارد. لا لأنه تقدر تكون تغييرات على المقاص، لأن حسب طبيعة الحال حتى هذه التغييرات على المقاص بعض الأحيان ممكن يغير حتى وسط الميدان. أنا ممكن يغير في وسط الميدان، يدخل أمرابط مثلا مكان العناوي من أجل إراحة العناوي. أنا أفضل أن هي المسألة إراحة. شوف ياسر، ما تكونش راحة التغيير من أجل إراحة اللاعبين غير وارد تماما ولا المداورة، لا أعتقد، لأنها ليست فلسفة محمد وهبي. محمد وهبي يؤمن بأن المداورة تأتي مع الاحتياج. ستروح لاعب كيلعب مباراة في أسبوع. ولكن أنا لأنه في بعض الأحيان التفكير نظرا لأنه الفريق هو ليس بالفريق يعني الكبير أو المنتخب الكبير، أظن أن الكل يقول على أنه ممكن أني أدخل بلاعبين من أجل التغيير فقط. هو ربما بعض اللاعبين هذا هو حسب الاحتياج، لأن بعض المنتخبات على حسب عليك أسلوب لاعب معين باش تغلبها. هذا هو ممكن. ربما كان هنا واحد الطريقة، لأن لاحظنا المقابلة الأولى ديال المنتخب المغربي مع البرازيل وسط الميدان كانوا فيه 3 ديال اللاعبين، كان بوعدي، العناوي وناحي. يعني أناحي ما بانش في المقابله الاولى بواحد المستوى كبير. يعني جميع المتتبعين للشان الرياضي المغربي كانوا كيتوقعوا بان أناحي في المقابله المجا ما غيلعبش، وهنا كانت غتكون ضربه كبيره للاعب وتهديم. ولكن في المقابله احنا صراحه في المنتدى توقعنا وعملنا تشكيله. اذا شو الذكاء ديال المدرب، اذا رفع له من القيمه ديالو، وفي المقابله الثانيه غادي يريح بوعدي بطريقه علميه. كيفاش؟ ان بوعدي ما غادي يبقاش، لان في المقابله الاولى مع البرازيل شفنا بوعدي هو كيقوم بالادوار ديال وسط الميدان، كيمشي جهه اليمين جهه اليسار، يعني هو المحور الاساسي في الصعود بالكره، في النزول بالكره. المقابله الثانيه لقينا العكس، شكون اللي كيقوم بهذا الدور؟ العناوي. وفي نفس الوقت هنا هذه المقابله كتكون كتبدل الادوار وكتعطي اراحه، لان اذا كان مثلا في المقابله الاولى بوعدي جرى 15 كيلومتر في المقابله او 17 على حسب القمه ديال السرعه اللي يقدر يوصل لها، في المقابله الثانيه غادي يجري غير 5 ولا 6. اذا هنا اراحه تقنيه وبدنيه بطريقه علميه بدون ما يغير في التشكيله ديال المنتخب المغربي. نعم. وهذا كيبين بان وهبي واي مدرب يكون عاقل ما خصوش يغير التشكيله، لان اي خطا غادي يرجع اللومه له في الاخر.